دي احلى واسهل طريقه ممكن تعملي بيها اجنحه الدجاج في القلايه الهوائيه بصوص خطير جدا، احلى من المطاعم. وبعد تجارب كتير ما تنسوش اللايك الجميل زيكم وكومنتاتكم الحلوه وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. معايا بوله هنعمل التتبيله الخطيره، معايا ملح، طبعا ملح على حسب الرغبه وعلى حسب الكميه، فلفل اسود، مرق الدجاج، جنزبيل، بهارات فراخ، زعتر، بابريكا مدخنه او عاديه او شطه، حبهان مطحون، روزماري، كزبره، توم باودر وبصل باودر، ورشه جوز الطيب اختياري بس بتفرق جدا في الطعم. معايا صويا صوص، وهقلب التتبيله دي وشموا ريحه كانت خطيره جدا، طعمها خطير. جربوها وارجعوا قولوا لي في الكومنتات. طبعا لو في اي حاجه من البهارات اللي انا بحطها مش عاجباكوا او مش بتحبوها ممكن تستغنوا عنها عادي، مفيش اي مشاكل. معايا الاجنحه غسلها كويس جدا وكنت نقعها في محلول النقع زي ما بتنقعوا الفراخ، وقسمها 2. ممكن تسيبوها عادي كامله براحتكم، بس الطريقه ديت بتبقى مقسومه 2. تمام كده. طب بس اهم حاجه كل ما يبقى الجناح كبير هيديكوا نتيجه حلوه قوي، وزي ما بتجيبوها من المطاعم، ومطعم مشهور جدا، وقولوا لي بتجيبوها بكام دلوقتي. طبعا هنتبلها وكل ما تقعد في التتبيله هتشرب من التتبيله وتبقى خطيره. ممكن تعملوها قبلها بيوم او تسيبوها ساعه او ساعتين في التتبيله. بعد ما سبتها مده كافيه معايا دقيق ونشا، وهحط نفس البهارات اللي انا حطيتها في الاول، فلفل اسود وحبه ملح، حبه صغيرين خالص ممكن تستنوا عن الملح، توم باودر وبصل باودر ومرق الدجاج وبابريكا مدخنه وكزبره وبهارات فراخ وحبهان مطحون. تمام كده. وطبعا الزعتر بيودي الفراخ بتاعتكم او اي حاجه مشويه تبع الفراخ في حته تانية. انتوا ممكن تحطوا كركم بس انا حطيت زعفران بيديني اللون الحلو، وانا ما بحبش الكركم قوي في الاكل. هعمل الخليط بتاعي ده زي العجين بالظبط، هزوده ميه حبه بحبه لحد ما اوصل لقوام ولا هو تقيل ولا هو خفيف، زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده بالظبط. تمام كده. بقى معايا القوام بتاعي مظبوط اللي انا عايزاه. بقلبه كويس عشان ما يبقاش في اي تكتلات طبعا من الدقيق والنشا. هحط بقى فيه الاجنحه بتاعتي اللي انا كنت متبلاها وشاربه من التتبيله بتاعتي، وهغلف الاجنحه بالعجين كويس قوي. تمام كده. انتوا ممكن بقى لو ما فيش قلايه ممكن تحطوها في الفرن او تقلوها في الزيت. تمام كده. بس هنشوف القلايه طلعت معانا احلى دجاج اجنحه ممكن تاكلوها. حطيت ورق زبده، عملتها معاكم قبل كده، وعملت معاكم الاجنحه كانت بطريقه ب3 طرق تقريبا في فيديو واحد، هسيبه لكم برده في اول كومنت مثبت. ارجعوا شوفوها هتستفادوا منه ان شاء الله. انا مش مسخنه القلايه ولا اي حاجه، اخترت برنامج الفراخ درجة حرارة 190 25 دقيقة. هنشوف هتكمل 25 دقيقة ولا هنوصل لحد فين. طبعا هسيب لكم كل تجارب القلاية في اول كومنت مثبت، ارجعوا شوفوها. هنا كان فاضل معايا 3 دقايق زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طبعا الاجنحة بتاخد سوية بسرعة طبعا مش زي الفراخ خالص، فما بتحتاجش درجة حرارة قليلة شوية، يعني ممكن في الوسط اللي هي 190 كانت كويسة. قلبتها على الجنب التاني وهسيبها تكمل ال3 دقايق وهنرجع مع بعض نشوفها دلوقتي. زي ما انتوا شايفين هي كده تمام على فكرة، بس انا عايزاها تاخد لون شوية كمان فحطيت لها 4 دقايق. هنا بعد ال4 دقايق كمان ما شاء الله ما شاء الله يعني بألف هنا، كانت ريحتها خطيرة تحفة. طبعا من غير ولا نقطة زيت. لو لسه ما جربتوش في القلاية لا جربوها هتعجبكم قوي ان شاء الله. تعالوا نعمل الصوص البافالو الخطير اللي بجد تحفة. معايا كاتشب، هحط 3 معالق 4 معالق 5 معالق براحتكم اللي انتوا حابينه، ونفس عدد المعالق اللي انا حطيتها للكاتشب هحط صوص الباربيكيو. بيدي طعمه زي المدخن طبعا خطير جدا. انا عايزاكم تجربوا الصوص ده في تحفه بجد، احلى من الجاهز كمان. حطيت شطه اختياري او ممكن تحطوا اي صوص فيه شطه شويه اللي انتوا حابينه. حطيت كمان معلقه عسل هيديكوا طعم السويت اند صور بجد خطير تحفه تحفه تحفه، احلى من الجاهز كمان. معايا معلقه زبده او ممكن زيت بس الزبده افضل بكتير. هحطها على النار لغايه ما يسخن معايا وهحطه على الاجنحه، بس الافضل اللي هو ساعه الاكل، يعني انتوا خلاص هتاكلوا تحطوا الاتنين على بعض
هيبقى تحفه تحفه. طبعا عشان نديله الطعم الجاهز بالظبط هحط له رشه سمسم، طبعا اختياري، ممكن ما تحطوهاش بس بتدي طعم حلو قوي، وطبعا في التزيين حلو قوي زي ما احنا بنجيبها من المطعم بالظبط. قولوا لي بقى انتوا بتجيبوها بكام؟ مش بتكاليف كبيره، عملتوها احلى وانضف في البيت طبعا واسرع بكتير. خطيره يا جماعه، كانت طعمها تحفه. هنعمل معاها شويه مكرونه هتعجبكم برضو ان شاء الله. ممكن تعملوا جنبها رز، وممكن تاكلوها كده بالعيش اللي انتوا حابينه. بس انا عايزاكم تجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات، وعايزاكم تقولوا لي بتعملوا المكرونه بالبصله ولا بالتومه ولا بالاتنين مع بعض. انا بعملها بالبصله، مقطعه بصله كده وحطيت بقى الماده الدهنيه دي ترجع لكم. حطيت زيت وزبده، ممكن تحطوا سمنه، ممكن تحطوا زيت، بس الماده الدهنيه دي ترجع لكم. تمام كده. هشوح البصله معايا، ما بخليهاش تصفر قوي، انا بخليها تدبل، ما تبقاش اللي هي الغامقه قوي عشان ما تتعبناش في معدتنا يعني. تمام كده. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي اللايك الجميل اللي زيكم، وقولوا لي رايكم في فيديو ايه النهارده، وجربتوا الاجنحه بنفس الطريقه ديت ولا ليكوا طريقه تانية؟ قولوا لي في الكومنتات. البصله كده دبلت معايا وبقت زي الفل. هحط لها عصير طماطم، انا كنت طبعا مفرزاها فالموضوع بيبقى سهل. وحطيت كمان صلصه جاهزه، معلقه او معلقتين، وممكن تستغنوا عنها مفيش اي مشاكل. ما بحطش بهارات كتير، بحط ملح وفلفل اسود وشطه، ممكن احط ريحان، ممكن احط زعتر بس اختياري، قليل قوي لما بعمل كده. ورشه جوز الطيب برضو اختياري، برضو قليل قوي لما بحطها على المكرونه. لما بحس ان انا عايزه اغير في طعم المكرونه بتاعتي واخليها مميزه بحط لها الرشه دي. جربوا جوز الطيب في الاكل، بتفرق جدا في الطعم. طبعا هسيبها تتسبك معايا، وهظبط طبعا بهاراتي والملح بتاعي وزي الفل. هنا اتسبكت معايا، وكنت كمان سلقه المكرونه، اي نوع مكرونه انتوا حابينها اللي يريحكم. بس كنت سلقه المكرونه بالطريقه العاديه، حاطه ميه وملح، ولما بدات تستوي معايا بخليهاش تستوي قوي، بحب اخلي فيها عضه عشان تكمل سواها مع الصلصه. هسيبها على نار هاديه او لو في شياطه لحد ما تتشرب معايا. وتعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوه. بصوا مش عايزه اقول لكم، كانت الريحه خطيره قوي. عايزاكم تجربوا المكرونه بالطريقه دي والاجنحه بالطريقه دي، وترجعوا تقولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي اتغديتوا ايه النهارده، عشان حيره كل يوم رجعنا تاني لحيره كل يوم هنتغدى ايه. زي ما انتم شايفين هوريكم طريقه تقديم هتعجبكم ان شاء الله. عايزاكم تقولوا لي لو انتوا رحتوا مطعم هتاكلوا الطبق ده بكام، واحنا ما تكلفش علينا كتير. انتوا عارفين ان اجنحه الدجاج مش غاليه، وطبعا ممكن تاكلوها زي ما قلت لكم بعيش، برز، باي حاجه انتوا حابينها، وبالف هنا عليكم وعلينا وعلى ليه نصيب ياكل منها. هستنى رايكم في فيديو ايه النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم، كومنتاتكم الحلوه، وقولوا لي عندكم في بلدكم بتسموها ايه الاكله ديت، وبتتابعوني طبعا منين. وبشكر اي متابع جديد، شرفتوني ونورتوني. شايفين الجمال والحلاوه؟ احلى عزومه ممكن تعملوها وخطيره جدا، مش مكلفه طبعا، واكلين بروتين، فمفيش احلى من كده. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.